في قلب مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث تصنع ملامح مستقبل الكرة المغربية، خرج فتحي جمال بتصريحات تحمل بين سطورها تحولا عميقا، بل ثورة صامتة تهز كواليس اللعبة. لم يعد الأمر مجرد تطوير، بل إعادة بناء كاملة. بهذه الروح كشف المدير التقني الوطني أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تعد تشتغل بعشوائية أو اجتهادات فردية، بل وفق رؤية تقنية موحدة، مشروع متكامل هدفه واحد: صناعة لاعب مغربي عالمي. لكن المفاجأة، الانفتاح على الأطر الأجنبية لم يكن صدفة، بل قرار استراتيجي مدروس. جمال شدد: نستفيد من الخبرات العالمية، لكن الكفاءات الوطنية تبقى الأساس، الفخر والهوية. نموذج مغربي يصدر للخارج. في صمت، المغرب لم يعد فقط يكون اللاعبين، بل أصبح يصدر الأطر التقنية، مستندا إلى برنامج وطني بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم يضع اللاعب في قلب المنظومة. تكوين تقني عالي، إعداد بدني قوي، تأهيل ذهني، ومواكبة دراسية واجتماعية. النتائج بدأت تظهر وبقوة: عقود احترافية تتهاطل على اللاعبين الشباب، مواهب تقتحم الفرق الأولى. رسالة واضحة: منظومة التكوين نجحت. توحيد الفلسفة، توحيد القوة. من الفتح الرياضي إلى الجيش الملكي، مرورا بنهضة بركان والرجاء الرياضي والوداد الرياضي، الجميع يسير اليوم على نفس النهج التكويني. انسجام غير مسبوق، وانتقال سلس للمواهب بين المستويات. هيكلة جديدة بعقلية احترافية. 7 أقطاب تقنية تشكل العمود الفقري للمنظومة: المنتخبات الوطنية، تطوير الشباب، تكوين المدربين، كرة القدم النسوية، الفوتسل، الكرة الشاطئية، التتبع والتقييم. والهدف: لا موهبة تضيع بعد اليوم. خلايا تقنية تراقب، تتابع وترافق اللاعبين داخل وخارج المغرب. ملف المنتخبات: حظر وتريث. منتخب أقل من 20 سنة يقوده جمال آيت بن إيدر، بينما ملف منتخب أقل من 23 سنة ما زال مفتوحا. الاختيار هذه المرة لن يكون عاديا. الرسالة الأخيرة صادمة للأندية الكبرى. فتحي جمال يوجه نداء مباشرا للرجاء والوداد: انزلوا إلى الميدان، اقتربوا من المواهب، المستقبل لا يكتشف من المكاتب. الخلاصة: ما يحدث اليوم في الكرة المغربية ليس مجرد إصلاح، إنه مشروع أمة كروية يبنى بهدوء، لكن نتائجه قد تفاجئ العالم قريبا.